كتير بنبقى عايزين ناكل حاجة حلوة تبقى سهلة وسريعة وفي نفس الوقت مقاديرها ومكوناتها موجودة عندنا في كل بيت، وما تاخدش أي وقت مننا في التحضير أو في التسوية. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت حبات القهوة، ودي أنسب حاجة للمواصفات اللي احنا عايزينها دي، سهلة وبسيطة والبسكوت ناعم زي ما احنا شفنا كده. المقادير عبارة عن كوباية من الدقيق متعدد الاستخدامات، نص كوباية من الزيت، تلت كوباية من السكر البودرة، ربع كوباية من الكاكاو الخام المر. عندي كمان 2 كيس من الفانيليا، معلقتين كبار ممسوحين من النشا، معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان، رشة صغيرة جدا جدا من الملح، و3 معالق كبار من المية الدافية. هبتدي أجيب النسكافيه بتاعي واحطه على المية الدافية، مية دافية خالص يعني مش سخنة ابدا، يا دوبك كده دافية، وهحط فيها معلقة النسكافيه وهقلبهم مع بعض كويس وهركنهم شوية لحد لما اجهز باقي المكونات. بنعمل الخطوة دي في الاول علشان اضمن ان النسكافيه يدوب كويس جدا وما يبقاش فيه اي كده تخريسة. هنركن ال3 معالق المية بمعلقة النسكافيه اللي دوبناهم مع بعض، وبعد كده نبتدي نجيب نص كوباية الزيت وتلت كوباية السكر البودرة ونحطهم مع بعض ونفضل نقلب فيهم لحد لما يدوبوا كويس قوي في بعض. بس هنحط كمان الفانيليا قبل ما نقلبهم. هنا انا استخدمت كيسين من الفانيليا، لو انت هتستخدمي فانيليا سائلة معلقة صغيرة. هنقلب السكر والزيت والفانيليا مع بعض كويس قوي، وبعد كده بقى نرجع نحط النسكافيه اللي احنا دوبناه في المية زمان، داب طبعا كويس جدا جدا بالشكل ده. لو انتي حابة طعم القهوة يبقى ظاهر قوي في البسكوت ده، ممكن تحطي نص معلقة صغيرة من القهوة او البن التركي، تمام، او القهوة اللي بنعملها القهوة التركية، حطي نص معلقة صغيرة من البن. لكن انا استكفيت بالمعلقة الكبيرة الهرمية النسكافيه. قلبت كل المكونات مع بعضها كويس، وبعد كده بقى هرجع احط الدقيق والكاكاو والنشا والبيكنج باودر. بس مهم جدا في الكاكاو ان انا انخله كويس، لانه من الحاجات اللي بتعمل تكتلات جامدة، فانا مش عايزة في العجينة بتاعتي الاقي تخريزة عبارة عن بودرة الكاكاو، فانا هنخله كويس قوي قبل ما احط باقي المكونات. كده خلاص الكاكاو حطيته، ربع كوباية من الكاكاو. بعد كده بقى احط البيكنج باودر والدقيق والنشا. النشا بيدي هشاشة ونعومة حلوة جدا جدا للبسكوت ده. كده خلاص ضفت الدقيق والنشا والبيكنج باودر. هقلب بقى المكونات دي مع بعضها كويس. انا استخدمت كذا حاجة وفي الاخر لقيت الانسب ان انا اعجنها بايديا. الاول بالمضرب اليدوي كده، لقيت الموضوع لا مش هينفع نقلب بيه اكتر من كده. فهجيب معلقة وبعد كده هلاقيها برضو مش عارفة اقلب بيها، فهضطر ان انا اعجن بايديا. انا ماشية معاكم الخطوات واحدة واحدة عشان تشوفوا القوام بتاع العجينة، تمام. فانتوا حطوا المكونات كلها مع بعض وبعد كده اعجنوها بايديكم على طول، يعني ما تدوخوش نفسكم. هنعجنها كويس جدا لحد لما الدقيق يختفي، ولحد لما ملاقيش اي تكتلات، لا الكاكاو ولا سكر ولا اي حاجة خالص. تبقى العجينة بتاعتي لونها كأنها شوكولاتة كده، وكلها مندمجة في بعض، والعجينة بتاعتي كمان تكون ناعمة. بصوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الكمية دي تعمل حوالي 40 واحدة من البسكوت اللي هو حبات القهوة، تعمل اكتر من 40 بسكوتية، فيعني كمية بتبقى كبيرة جدا. بصوا انا شكلتها، بناخد مثلا قطعة قد البندقة مرتين كده، وزنها بيكون حوالي 5 جرام، وبعدين نعملها كورة. بعد ما نعملها كورة وتبقى مكورة معانا، نبتدي بس بايدينا كده نعملها بيضاوية الشكل. بصوا لاحظوا معايا كده، الاول بلفها كورة
بالشكل ده كويس جدا لحد لما تبقى ناعمة معايا مفيهاش اي تشققات. وبعد كده بروح بصوا يعني ببططها حاجة بسيطة كده اديها الشكل البيضاوي. تاني هنعمل واحدة مع بعض، بنجمع العجينة كده مع بعض وبعد كده بنكورها، وبعد كده بصوا يعني لفة كده خلاص هي اخدت الشكل البيضاوي، شكل حبات القهوة. ما خدتش مني اي وقت خالص في التشكيل. وزي ما قلتلكوا ده حجم البندقة مرتين مثلا، لكن انت لو حابة تعملي حجم اكبر مفيش اي مشكلة خالص. هتشكليها بنفس الطريقة، هتعمليها كورة وبعد كده تديها الشكل البيضاوي. انا كنت الاول بعمل بجلافز لكن لقيته بيبصم في العجينة فبيعمل زي خطوط كده في العجينة، فهي افضل حاجة بايدينا علشان تكون ناعمة معانا وتكون يعني السطح بتاع البسكوتات املس وناعم. بعد ما شكلت العجينة بتاعتي كلها بصوا ابتديت اجيب السكينة كده واعمل لها زي فتحات صغنونة جدا زي حبات القهوة بالظبط. يعني ما اقطعش في العجينة قوي علشان خاطر ما تفتحش مني، يدوبك كده فتحة صغيرة جدا اقطعها من النص كده علشان اديها شكل حبات القهوة، وهي لما تدخل الفرن بتكبر شوية فبتلاقيها اخدت الشكل الحلو بتاع حبات القهوة. ما تزوديش وتقطعيها جامد علشان هتلاقيها اتقسمت نصين بعد التسوية. طبعا انا ابتديت اسخن الفرن بتاعي علشان هدخل الصينية على درجة حرارة 160 في الرف اللي في النص. هظبط الوقت بالظبط على 12 دقيقة. هدخلها في الرف اللي في النص تكون الفرن بتاعتي سخنة. بعد 12 دقيقة هيكون استوى. هسيبه دقيقة كمان في الفرن وبعد كده ابتدي اخرجه، وهو لسه خارج من الفرن بيبقى طري جدا، محاولش احركه من الصينية. استنى لما يبرد وبعد كده ابتدي اخرجه من الصينية، يكون تماسك شوية ويكون مش دايب وناعم زي وهو خارج من الفرن. فانا هدخل الصينية دي الفرن على درجة حرارة 160 في الرف اللي في النص 12 دقيقة، وبعد كده هسيبها دقيقة تاني بعد ما اطفي الفرن ونخرج البسكوتات بتاعتنا ونشوف قد ايه شكلها جميل. دايبة طعمها وريحتها تجنن تجنن بجد، يعني مع شاي بقى مع قهوة زي ما انتي تحبي تاخديها، هتنبسطي منها جدا جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك يا جماعة. اللايك بيفيدني انا لانه بيخلي اليوتيوب يعني يدعم الفيديو ويرفعه وغيركم كمان يشوفوا. فاتمنى ان انتوا ما تنسوش اللايك وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم، فعلوا زر الجرس عشان لسه هنعمل وصفات كتيرة صيامي وفطاري مع بعض. اشوفكم في فيديو جديد يا احلى متابعين. باي باي.